من غير لف ودوران قوليلي على طلباتك يا عزيزة. اقول لك، خطيب بنتك نادية ماله؟ بيسأل على الجهاز، وبصراحة كده انا شايفة انه مستعجل. ربنا يسهل يا عزيزة. يعني اقول له امتى هتكون جاهز يا ابو حسن؟ مش وقته الكلام ده دلوقتي، وكفاية ان حتة التاكسي مرمية عند الميكانيكي من ساعة ما اتخبط. يعني ايه الكلام ده يا رشوار؟ يعني بكرة تفرج يا عزيزة. يوه، وبكرة دي بقى هتيجي امتى ان شاء الله؟ عزيزة سيبيني دلوقتي، اعملي معروف. اسيبك ازاي وشمتانين الحارة عمالين يتغمزوا عليا وعلى خيبتنا ويلسنوا على حالنا؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طبعا كان لازم ده يحصل لنا يا ابو نادية، ما دمت نايم بسلامتك ولا انت دريان باي حاجة. يعني اعمل ايه؟ اسرق يعني عشان اجهز البنت، ولا بيعلكوا حتة التاكسي اللي بناكل منه عيش وفاتح البيت؟ لا، نسيبها يا ابو نادية زي البيت الوقف. بكرة تفرج يا منادية ان شاء الله، ان شاء الله بكرة تفرج وتبقى عال. نادية، خطيبك بصراحة كده يا بنتي لازم يطول باله شوية، وخصوصا ان حادثة التاكسي زي ما انت عارفة خدت القرشين اللي كانوا حالتنا. يطول باله ازاي يا ماما بعد ما جاب الشقة وجهز كل اللي طلبناه منه من 3 سنين واكتر؟ يا نادية يا بنتي، ربنا هو اللي عالم بحال ابوكي وبظروف التاكس اللي يا دوبك جايب لقمتنا. يا ماما انا من ناحيتي ما كنتش عاوزة اكلفكم اي حاجة، بس كان مفروض ان بابا من الاول ما يوافقش الا على الشيء اللي يقدر عليه. كان غرضه يشرفك يا نادية قدام اهل عريسك وناس الحارة، وكانت النتيجة انه اصبح مش قادر ينفذ اي حاجة. يعني عليك يا رشوان، هينفذ ايه ولا ايه؟ بس مدام العين بصيرة والايد قصيرة. اهو ابوك يا حبيبي مش مقصر وبيشتغل ليل ونهار بايديه واسنانه، ده حتى يا عيني عليه حرم نفسه من لقمة البيت. معلش، بكرة تفرج يا نادية يا بنتي. طب واخويا الباشمهندس حسن؟ مال اخوك الباشمهندس حسن؟ مش كان يحط في عينه حصوة ملح ويقف جنب بابا في الوقت ده؟ اسكتي اسكتي يا بنتي اسكتي، احسن مرارتي مفقوعة. حسن ده مخلي ابوكي ماشي يكلم نفسه، ربنا يسترها معاه. قصدي يا بيه اننا في زمن العجايب. ربنا يستر يا اسطى. كل واحد النهارده يا سي الاستاذ بيجري ورا مصلحته وبس، بيدور على نفسه وخلاص. هو ده حال الدنيا النهارده. فعلا هو ده حال الدنيا النهارده، بس كان مفروض ان ابني اللي علمته زي ما قلت لحضرتك لغايه ما بقى مهندس قد الدنيا انه يساعدني في تجهيز اخته الوحيده، بدل ما هو قاعد يدور على تجهيز مستقبله وخلاص. مفروض كده طبعا. وما دام مفروض كده